السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد المحلاوي صاحب شركة MG للاستثمار الزراعي بالفرافرة. النهاردة أنا معايا الحاج عزوز من اسكندرية، ورحت أفرجه على الأرض وزي ما أنتم شايفين كده. طبعا الناس اللي هي دفعت فلوسها أنا وصلت لها المواسير. الناس اللي هي حجزت ولسه ما دفعتش فلوس ده طبعا لسه ما وصلتلهاش المواسير، لكن أنا عامل الأرض والطرق والبير والطاقه وكل شيء لسه، بس ما جبتش الديزل، لكن هجيب الديزل بس. يعني ما حدش محتاجه دلوقتي، لان اللي شاري اقل من نص الارض وفيهم ناس مسافره بره مش هتزرع دلوقتي، فالميه كتير يعني هو هيسقي ارضه غمر براحته. انا سامحوني الصوت ده جاي من المكتب، لان الهواء كان شديد جدا والصوت صعب جدا، ما يتسمعش. فالمهم انا رحت المكتب وبسجل صوت من المكتب. اللي انا عايز اقوله ايه في الفيديو ده؟ اللي انا عايز اقوله ان انت يا مستثمر يا صغير يا فلاح يا اي واحد نفسه يبقى عنده مزرعة صغيرة او مزرعة كبيرة، بقول لك جات لك الفرصة بتمن بسيط. 59,000 منهم البير والطاقة والتصليح والطرق والغاطس، طبعا الديزل المواسير كل شيء من ال59 ده ما عدا الليزر. يبقى انا بعمل كل حاجه ما عدا الليزر. طيب ليه الليزر يا محمد بتسيبه؟ في فتنه. ممكن واحد يقول لك تعالى اعمل لي الحته دي، اعمل لي الحته دي، كلام فاضي. طب ما انا جايب ديزل، انا جايب ديزل عشان انت تنجح. بمعنى ايه يا محمد؟ انت ممكن تشتري ارض على طاقه في يوم في الشتاء، زي ما قلت قبل كده الشمس ضعيفه شويه او الدنيا مغيمه، وانا حسيت ان انا اروي النهارده، ما رويتش نص ارضي او رويت ربع ارضي وسبت الباقي. اما اجي اروي تاني يوم التاني هيقول لي لا انا ماليش دعوه، انت ليك يوم كل 9 ايام. فانت خلاص كده استنى 9 ايام تاني، ارض باظت. طب الحل ايه؟ الحل ان انا يبقى عندي ديزل اشغل. طيب واحد فيه واحد شاري مني الاستاذ فتحي، شاري 20 فدان مسافر بره، تمام. هو هيزرعهم شجر دول كلهم هيتسقوا في ساعتين اتنين، وهو ليه يومين بليلتين مش هيحتاجهم. واحد تاني على البير ياخدهم. واحد ابو عمار اللي هو قاعد في الارض ده واخد 5 فدان باني وقاعد بعياله وعياله في الازهر، زرع نص ارضه شجر فهيفيد عنده ميه. يعني انت عايز تقول يا محمد ان في واحد ممكن يزرع غلط؟ ما يزرع. ما انا بقول لك انا عامل لك طاقه وديزل، اعمل لك ايه تاني؟ طب هو انت هتسلم الارض امتى؟ بقول لك انا عملت كل الخدمات، تعال ازرع دلوقتي، تعال ازرع دلوقتي. انا عامل خدمات، ما انت شفت الميه اهو، اوصل لك مواسير في يوم، وبعدين الراجل شغال. انا وصلت للي اتعاقد، وانا مصلح وعامل البير والطاقه. طيب ما فيش مشكله عندي، تعالى ازرع. الحق ازرع برسيم، البرسيم بيتزرع لحد 30 11. طب الحق ازرع قمح، القمح لسه في الوادي الجديد ما اتزرعش، بيتزرع من 15 11 لحد 30 12. خلاص. فانا بقول لك الميه اهي، بقول لك الارض 6 كيلو بس من المدينه. بقول لك هنا بنصلح اهو اللودر اهو. بقول لك انت عندك فرصه انك انت تزرع الموسم ده، عندك تزرع الشتويه دي، بدل ما انت تروح تتعاقد مع واحد ويقول لك اسلمك مثلا بعد شهرين 3 وبعدين تفاجئ ان انت هتستلم بعد سنه او بعد سنه ونص. لا انا بقول لك الارض اهي طينيه فيها حتت طفله واغلبيه الحتت خليط. الارض اهي طينه زي بتاع البلد. انا بقول لك الارض ممتازه. طيب انت ايه اللي قعدك؟ ايه اللي يخلينا مثلا نقعد يعني ال59,000 دي انا هعمل من وراك فيها ثروه يعني؟ بقول لك البير النهارده اقل بير بيتعمل بمليون جنيه، الطاقه زيهم، الغاطس داخله في نص مليون جنيه. شوف انا دافع ارض للدوله كام، وقبل ما بندفع ارض للدوله بنبقى دافعين لوضع اليد كام. هتقول لي يا محمد فيه وضع يد؟ ما فيش حاجه اسمها ما فيهاش وضع يد. يعني دي وضع، لا دي ارض قانونيه بورق. بقول لك شوف ناشفه اهي، بهفها بالفاس تيجي حتت اهي بظهر الفاس من ورا. فبقول لك الارض جاهزه. طيب الناس اللي كنت انا بقول لهم ان انا يوم 15 يوم 5 11 العرض هينتهي، الناس دي وضعها ايه؟ انا بقول لكم انا مديت العرض لحد يوم 20 11، لان في ناس مسافره وجايه يوم 15.
فبقول لهم لا يوم 5، فقالوا لا ده وزعلانين. فانا مديت العرض لحد يوم كام؟ يوم 20/11. طب بعد كده هيبقى السعر بكام يا محمد؟ السعر هيبقى ب 64، ب 63 انا اسف. طب ليه 63؟ زودت انت كده 4000 عشان احنا التكلفه اللي زادت علينا حوالي 5000 لما الجاز والبنزين رفع. التصليح الفدان خد له 700 جنيه زياده، اللي هو ساعات اللودر زادت. بالنسبه للغاطس برضو لان بيجي مستورد زاد عليه 300 400 جنيه. زاد علينا تاني في حفر البير، زود فلوس. ما هو الخباطه اللي بتشتغل بالجاز فزود على كل حاجه زادت علينا. فاجي ابص كده الاقي زاد 5 6000. فانا قلت ازود 4. هو كان 59 فهيبقى ب 63. هيبقى امتى ب 63؟ هيبقى ابتداء من 20/11 24. خلاص. انا بقول لك يا فلان بدل ما تروح لواحد وتغيب، لا تعال خد ارضك وازرع. الارض يا محمد وضعها القانوني ايه؟ وضعها القانوني مزاد قديم من ابو 1000 ونص، ابو 1560. يعني ايه؟ يعني هتتملك بكام؟ تتملك ب 23 ضعف المثل اللي هم حوالي 35000 على كم 20 سنه. لو انت كاش ممكن تدفع المبلغ ده ال 35000 ويعمل لك خصم 25%. طيب كده بقى يا محمد عايزين نعرف وش الميه. وش الميه 45. طيب عايزين نعرف ملوحه الميه. ملوحه الميه حوالي 200 جزء في المليون، يعني زي الميه المعدنيه. انتوا شفتوا الميه قدامكم، ودي البير لسه بينظف. لسه بينظف، يعني احنا ركبنا مواسير عشان الناس اللي دفعت تزرع، اللي بتنزل ميه لارضها دلوقتي. لكن البير لسه بينظف، وتشوفين الميه رايقه زي الشهد. فالمقصود ان انت عندك عوامل النجاح كلها. الارض القريبه بيبقى فيها الشبكه حلوه، الشبكه التليفون حلوه، يعني هيبقى عندك نت. طب شبكه ايه يا محمد اللي عندك كويسه؟ اتصالات ولا فودافون؟ اقول لك اتصالات كويسه وفودافون واورانج ووي، الاربع شبكات للاخر، لاخر شرط. خلاص. طالما عندك كده يبقى هيبقى عندك نت. طيب يا محمد هو انا مسموح لي ابني على الارض؟ مسموح لك تبني على الارض. مسموح ب 2% سكن و7.5% خدمات، يعني 9.5%. يعني تقريبا كده لو واخد 10 فدان ليك فدان تبنيه. وانا بقول لك لو انت واخد 10 فدان وبنيتها كلها يا عم، اوعدك ان انا هجيب لك موافقه قريه. المحافظ عايز الناس تشتغل. هو مشروع زراعي سكني. يعني ايه؟ يعني بقول لك اعمل مزرعه نعام، اعمل مزرعه سمك، اعمل مزرعه دجاج، اعمل مزرعه مواشي غنم، اعمل لك برج حمام، اعمل اللي انت عايز تعمله في ارضك. ارضك خلي عندك حلم انك تنمي بلدك. تعالى كده بفكر ان انا اقعد في الارض عشان تنجح. سيبك من اللي بيروح ويجي. خلي كده بفكر ان انا اقعد في ارضي، اعمل لي برج حمام، اعمل لي 10 غنمات، اعمل لي بقرتين، اعمل لي لا مؤاخذه شويه فراخ، شويه بط، شويه ارانب، شويه اسره نعام. اعمل لي كيان، اعمل لي حياه. في الحاله دي هتيجي والله ما حد هيلحقك في راحه البال. ما انا بقول لك كل الناس معاها فلوس، يعني مش هقول لك ارحقك في الغنى، لا، فرحت البال ان انا قاعد وحاسس ان ربنا بيحدف النعم عليا. والامر مش صعب يا جماعه. ده البيضه ب5 جنيه. معرفش بقى احنا عندنا في الفرافر ب5، معرفش عندكم تلاقيها ب6 ولا بقت ب7 ولا ايه. فالبيضه ب5 جنيه. يعني انت يا حبيب اخوك لو جبت لك 200 فرخه وانت فاشل، لا بتعرف تزرع ولا بتعرف تعمل حاجه، وربيتهم وطلع منهم 100 بيبيضوا ومنهم 100 ذكوره، ال100 دول هيعمل لك 500 جنيه في اليوم. فهتبقى باشا. ما تقعدش بقى هو انا هنجح ولا لا. واحد بيكلمني النهارده بيقول لي اصل انا من سوهاج ومش عارف قلت له يا عم الحاج الناس مطلعه من فدان التوم 400000 جنيه السنه دي. انت بقول لك الفدان ب 59 يعني 60000 جنيه ممكن تطلعهم في زرعه واحده. انت تخاف لو الفدان ب 2 مليون ب 3 مليون؟ يعني انا ممكن انجح؟ لا، هتفشل. بقول لك يا حاج 60000 جنيه تقول لي هفشل؟ هتفشل ازاي؟ بقول لك انت ممكن ربنا يرضيك فيهم في زرعه واحده تقول لي هفشل؟ هتفشل ازاي؟ هتفشل ازاي؟ انت لو بقول لك طلعت بيضه هتطلع لك 500 جنيه. انت عايز ايه تاني؟ انت قاعد في ارضك في ملكك. بقول لك
انت في قريب من المدينه، انت عندك الخدمات كلها، هتفشل ازاي؟ تفشل ازاي وانت مثلا ده بيأجروا عندنا في المحل الفدان ب 40,000 جنيه السنه دي. ازاي افشل؟ افشل ليه؟ افشل انا لو اجرتها وقاعد بس كده فيها ربنا هيكرمني. انا لو لو سبتها من غير زراعه وقاعد عملت شويه الخدمات الحاجات اللي انا بعملها دي ربنا هيكرمني. لو عملت لي اوضه فيها ربنا هيكرمني. افشل ازاي؟ افشل ليه؟ جنبي واحد انا لو زرعت لي شويه نخل، فدان النخل النهارده المجدول دخله مليون جنيه. خلي حد يكذبني بس يكون فاهم، ما يبقاش حد بيفتي وخلاص. لان الفدان المجدول اللي بيقول لك البلحيه الجامبو بتعدي 600 جنيه. ها اقل انتاج ليه 100 كيلو النخله، 60 نخله. يحسب كده 60 نخله، ها في كل نخله 100 كيلو، يعني 60 في 60 بكام؟ يعني كام؟ قصه كبيره، قصه كبيره. اقعدوا احسبوها. بقول لك فدان المجدول النهارده بيجيب له مليون جنيه في السنه. بقول لك فدان السيوي بيجيب له 400,000 جنيه في السنه. طيب انا لو زرعت شويه نخل سيوي، وقعدت صابر عليهم 4 سنين، بيبشر في الثالثه وفي الرابعه بيجيب مثلا نص انتاج، وربنا كرمني منه وجبت لي نص انتاج 200,000 جنيه في السنه. عندي 10 فدادين في 200,000 جنيه جبت لي كام؟ 2 مليون جنيه. اهو انت اساسا مش هتشتري ال 10 فدادين دول ب 2 مليون جنيه، هتشتريهم ب 600,000 جنيه دلوقتي. فالمقصود اللي عايز ينجح ينجح، واللي عايز يفشل بيفشل من راسه. خلاص. وفيه ناس قالت معلومه وبحث، قال لك فيه لو احنا جبنا كل الاغنياء اللي في الارض، ما قلتها لك قبل كده يا باسم، جبنا كل الاغنياء اللي في الارض اللي معاهم ملايين وخدنا منهم الفلوس ورجعناهم فقراء، ووزعنا الفلوس دي على الفقراء، وجينا بعد 5 سنين هنلاقي الناس اللي كانت معاها فلوس وخدناهم منهم بقوا اغنياء تاني، والناس اللي كانت فقراء وخدت فلوس رجعت فقراء تاني. ليه بقى؟ لان الفقير بتجيله الفلوس بيصرفها، والراجل اللي هو غني وكان معاه الفلوس هو راجل استثماري. يعني ايه استثماري؟ يعني راح وتوكل على الله وقعد يشتغل، حط الجنيه ما حطهوش في البنك، ما حطهوش في مش عارف ايه، لا، حط الجنيه في ارض وقعد ينتج فيها. انتجت ما انتجتش ربنا بيكرمه. ليه بقى ما انتجتش ربنا بيكرمه ليه يا محمد؟ هو انت بتقول اي كلام وهبد وخلاص؟ لا، انا ما بقولش اي كلام وهبد وخلاص. انا بايع من سنتين، اقل من سنتين، فدان ب 22,000. الفدان دلوقتي اللي هو على بير بريمه بيعمل له 85,000. انا عندي على بير بريمه ببيعه ب 85، انا كنت بايعه ب 22 من سنتين او من سنه ونص. طب ليه يا محمد غليت كده؟ انت اتضحت ان انت وحش. ايه ال 22,000 دلوقتي بيجيبوا شويه المواسير ويصلحوا فدان، معلش يعملوا حاجه. فالمقصود ان انت زرعت ربنا هيكرمك، ما زرعتهاش برضه ربنا هيكرمك، بتزيد. طيب انا مش فاضي دلوقتي، ممكن تأجرها لي؟ اعلنها لك للايجار. تبص تلاقي واحد راح جاي واخدها وراح زارع سنتين، بقى الفدان اللي هو انت واخده ب 60 بقى يساوي 150، بقت مزروعه. اي ارض مزروعه هنا في فرفره بتبتدي من 100 120 150 وهكذا. خلاص. طيب يا محمد، هو العمليه خطوره. بقول لك خطوره ايه؟ فين الخطوره؟ هو انا ما تبطل هوانه. لو انت مش عايز تسيب للدوله مساحه 5 فدان زارعين، والتاني مش عايز يسيب للدوله 10 فدان زارعين، مساحه الرقعه الزراعيه بتاعتنا بتتآكل. لازم احنا يبقى عندنا الهمه وننمي بلدنا. بطلوا بقى ان احنا نقعد ونخاف. تعالى واجه وانجح. مش عاجبك محمد، طز في محمد المحلاوي وخد من عند احسن محمد المحلاوي. مش عاجبك ارض محمد المحلاوي، خد من هتلاقي ارض احسن من ارض محمد المحلاوي وناس احسن من محمد المحلاوي. خلاص. طيب قول لنا عشان نخلص الليله دي مميزاتك على السريع. مميزاتي القرب، وش الميه عالي عن تصريف البير 180 متر في الساعه، دي ارض رخيصه في الدوله، قيمه ايجاريه رخيصه، يبقى الارض رخيصه في الدوله. بقول لك القرب ده بيديك ميزه لو انت مثلا هتاخد عيالك على الموتوسيكل توديها المدرسه الصبح او في عربيه،
طب يا محمد، هو انت ما عندكش غير مساحات للناس اللي عايزه 5 وخلاص؟ لا، انا عندي كذا بير جنب بعض. لو انت عايز 50 ماشي، عايز بير لوحدك ماشي، عايز بيرين مفيش مشكله. في ناس مستثمر عايز 1000 فدان رمل عندي، في واحد تاني عايز ارض في ابو هريره، عايز عندي ارض في ابو هريره، عندي ارض في اماكن كتير. يعني اللي هو عايز اي مساحه من اي حاجه يقول لي، وكل حاجه ولها سعر. طب انت يا محمد، المشروع اللي هو كان ب 7000 ونص الفدان اللي هو في التلاوي موجود، بس بقى ب8، دي اقل مساحه 100 فدان. طب المشروع اللي احنا فيه ده جاهز على الزراعه، التاني فاضي خلاص. فالمقصود ايه؟ التسويف غلط. انت عايز تنجح توكل على الله. الحاج بقى اللي هو طالع معايا ده وانا مسحت صوته في الفيديو، هو معايا في المكتب اهو. تعالى بقى جنبنا كده عم عزوز، عشان نسألك شوية أسئلة وشوية حاجات. تعالى لا جنبي عشان الصوت هنا في المايك على طول. انا طبعا قلت لكم انا بصور في المكتب عشان الصوت كان هوا شديد. ده عم عزوز اهو، هو موطي مش عارف بيعمل ايه في التربه. طبعا كأن يعني انت قاعد جنبي دلوقتي. ازيك يا عم عزوز؟ ازيك يا حاج، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انت اللي معايا في الفيديو ده ولا حد تاني؟ لا انا. انت منين؟ انا من اسكندريه. من اسكندريه. انت بتعمل ايه كده؟ بتقلب ايه؟ بشوف الارض الطفله بتاعتها. بجسها بشوفها هل تنفع ولا لا، بس ما شاء الله جميله. طيب وانت رايح على الارض اللي جنبها وانت شفتها فيها برسيم؟ شفتها فيها برسيم؟ شاف زراعه وزراعه كبيره كمان. وشفت انت حاجات كتير. شفت ايه؟ زراعه، وشفت كمثرى، وشفت مشمش. وشفت اسمها ايه حاجه كده جايه تصدير. بالمورينجا. ايوه بالمورينجا. وشفت الخيار. وشفت الخيار. الارض ما شاء الله بتزرع يا جماعه. اللي انتوا شايفينه في الارض اللي هي البيضه دي، ما شاء الله. خلي بالك الارض ناعمه قوي، ويعني طافله على رمله. مش الارض الناس اللي شاريه مني قبل كده زرع الحاجات اللي الحاج بيقول عليها دي موجوده. انا بحفر الحتت اللي جت عليها ميه، جابت طينه خالص بقى زي البلد. ما شاء الله. خلي بالك الارض جميله جميله والله. انت شفتني وانا ماسك. انت دقت الميه؟ دقتها. ايه رايك فيها؟ الميه جميله. الميه جميله. هي عايزه ايه؟ تشتغل شويه، تنظف شويه، تنظف عشان لسه يعني ما رقتش قوي. بس هي ميه اسكندريه ميه حلوه. انا شربت منها. لا ما اسكندريه لا يا راجل، ده لا. انا لما باجي على صيف عندكم ما بشربش الميه بتاعتكم، يا مؤاخذه يعني. انا بحب اسكندريه وبحب اسكندرانيه. انما هي الارض ما شاء الله ما شاء الله والله جميله. الله يسترك، الله يحفظك. هم خايفين مثلا شايفينها بيضه ولا حاجه، لا. هي شكلها كله واحد. الكلام ده تقلق لو في مثلا حته بيضه وحته سوداء، انما هي كلها واحد. ما شاء الله يعني. تقلق لو بيضه وسوداء؟ طب ما عادي، بيضه وسوداء عادي. اقصد يعني ايه، في ناس قلقانه ايه ان هم شايفينها ايه لون ابيض يفكروها جير، ولون اسود واخد بالك على اساس ان هي المفروض هي دي خليط. لما بتنزل عليها الميه بتخلطها. المهم التربه اللي زي دي انت شفتها زرعه برسيم؟ قصتها دي كان برسيم حلو ولا وحش؟ ما شاء الله انا شايفه عالي. كان في على جسور وضراويه صح كده؟ كان في ضراويه. شفت شجر اللي جنب البير؟ لا غير الزيتون، اللي جنب البير كان التوته. مش توته. ده كانت كمثرى. انا اقصد على المورينجا دي. غير المورينجا. لا ما شفتهاش. طيب ماشي. في ناس زرع مورينجا يا جماعه. المورينجا دي بيتعمل منها شاي، وابحثوا عنها في اليوتيوب او في النت عموما. دي فيها فيتامينات وفيها بروتينات. دي تنفع، بقولها تنفع لغذاء الجيش. لو الجيش يعني بعيد الشر يا رب، بعيد الشر، محاصر، يبقى معاه اكل وشرب ان شاء الله باذن الله. جيشنا اقوى جيش. بس انا بتكلم لازم جيشنا يفكر في الموضوع ده اهو، يخلي عنده مورينجا بزياده، يبقى بحيث ان هو في اي حرب كل واحد ياخد معاه 5 كيلو مورينجا، يعمل منهم اكل وشاي. دي حاجه حلوه قوي. المقصود يا جماعه من الفيديو هو تحفيز الناس، عشان ما حدش يزعل مني. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله.